Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Ayyuhal ustadzul muhtaram wa zamala'ul kiram. Sa'aridu al-yawma dawr rukn daulah wal falsafatil wataniyah lit-tarbiyah fi bina'i manhajil lughatil arabiyyah في المدارس الابتدائية، وهو تكليف التقييم المستمر لمادة BAMB 331 منهج اللغة العربية وتقويمها للمدارس الابتدائية. أريد في البداية أن أشكر الأستاذ الدكتور جزمي بن مدئسة المحاضر لهذه المادة على مساعدته الكبيرة في إنجاز هذا التكليف التقييمي المستمر. في هذا العرض سأتناول 3 محاور رئيسية، وهي دور ركن الدولة وفلسفة الوطنية للتربية في بناء المنهج، والأسس الرئيسية لبناء منهج اللغة العربية، وأمثلة أدوات التقويم المناسبة المستخدمة في الصف إن شاء الله. قبل أن نبدأ بتعمق أكثر، من لم يعرف لم يحب. اسمي ون محمد عفيف بن ون أزلي، عمري 20 سنة. أنا من الصف 1 تخصصي التربية الإسلامية ومادتي الاختيارية اللغة العربية. أدرس في معهد التربية للتأهيل المدرسي سلطان عبد الحليم سنغاي petani Kedah. قبل أن ننتقل إلى مزيد من التفاصيل، هل تعلمون ما هو المنهج؟ المنهج هو خطة تربوية منظمة تعد بشكل منهجي ومرتب لمساعدة الطلاب على تحقيق أهداف التعلم المحددة مسبقا. وفي مادة اللغة العربية لا يقتصر المنهج على تعليم الطلاب فهم اللغة فقط، بل يلعب دورا مهما في تكوين الشخصية وغرس القيم وتنمية مهارة التواصل لدى الطلاب. وفي هذا العرض سأقوم بشرح 3 محاور رئيسية. أولا، دور ركن النجارة وفلسفة التربية الوطنية في بناء المنهج. ثانيا، الأسس الأساسية في بناء منهج اللغة العربية. وثالثا، أمثلة أدوات التقويم المناسبة لاستخدام في الفصل الدراسي. أول أمر ينبغي النظر إليه هو دور ركن الدولة في بناء منهج اللغة العربية. يعد ركن الدولة أساسا مهما، لأنه يعمل كدليل في تكوين الطلاب متوازنين من حيث المعرفة والأخلاق والروح الوطنية. ويمكن تطبيق كل مبدأ من مبادئ ركن الدولة بشكل غير مباشر في محتوى تعليم اللغة العربية. فمثلا يمكن تطبيق مبدأ الإيمان بالله من خلال اختيار النصوص والمواد التعليمية التي تحتوي على القيم الدينية والأدب والأخلاق الحسنة. واللغة العربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتربية الإسلامية، لذلك يمكن دموج الجوانب الروحية بشكل طبيعي في التعليم. وإضافة إلى ذلك يمكن تطبيق مبادئ مثل الأدب والأخلاق من خلال أنشطة التواصل باللغة العربية. فالطلاب لا يتعلمون التحدث باللغة العربية فقط، بل يتعلمون أيضا كيفية استخدامها بأدب واحترام للآخرين. ومن خلال تطبيق هذه القيم
لا يقتصر منهج اللغة العربية على تعليم اللغة فقط، بل يساهم أيضا في تكوين شخصية الطلاب إن شاء الله. إن فلسفة التربية الوطنية تؤكد أن التعليم في ماليزيا يهدف إلى تكوين إنسان متوازن ومتناسق من جميع الجوانب العقلية والروحية والعاطفية والجسدية. ولذلك فإن منهج اللغة العربية يبنى أيضا على مبدأ التوازن هذا. من الناحية الجسدية فإن أنشطة التعلم التي تتضمن الحركة مثل التمثيل واللعب الدوري والأنشطة خارج الفصل تساعد الطلاب على أن يصبحوا أكثر نشاطا جسديا وتحسن التناسق الحركي وصحة الجسم. ومن الناحية العاطفية تساعد أنشطة التعلم الجماعية الطلاب على بناء الثقة بالنفس والشجاعة في التحدث. ومن الناحية الروحية يمكن ربط محتوى التدريس بالقيم الإسلامية مثل الأمانة والانضباط والمسؤولية. ومن الناحية العقلية يعلم الطلاب فهم المفردات وتراكيب الجمل ومهارة فهم النصوص البسيطة باللغة العربية. وهذا يبين أن منهج اللغة العربية لا يهدف إلى التحصيل الأكاديمي فقط، بل يهدف إلى التنمية الشاملة للطلاب. في بناء المنهج اللغة العربية للمرحلة الابتدائية هناك عدة أسس أساسية يجب أن يراعى الاهتمام بها. أولا، الأساس الفلسفي. يضمن الأساس الفلسفي أن يكون المنهج متوافقا مع أهداف التربية في الدولة، ويجب أن يكون للمنهج هدف واضح في تكوين إنسان عالم وذي أخلاق فاضلة. ثانيا، الأساس النفسي. يأخذ الأساس النفسي بعين الاعتبار تطور الطلاب العقلي والعاطفي في المرحلة الابتدائية، ويكون الطلاب في هذه المرحلة أكثر قدرة على التعلم من خلال الثور والأناشيد والألعاب اللغوية والأنشطة التفاعلية. لذلك يجب تنظيم المادة وفقا لمستوى سنهم وقدراتهم. ثالثا، الأساس الاجتماعي. يرتبط الأساس الاجتماعي بحاجات المجتمع وتطلعاته، فتدرس اللغة العربية لأنها مهمة في فهم العلوم الدينية، ولأنها لغة عالمية لها قيمة كبيرة في مجال التربية الإسلامية. رابعا، الأساس اللغوي. يركز الأساس اللغوي على نظام اللغة، وفي اللغة العربية يتم تعريف الطلاب بأصوات الحروف والكلمات والتراكيب البسيطة واستخدام اللغة بشكل تدريجي لتحقيق تعلم أفضل. كل هذه الأسس متكاملة ومترابطة لضمان أن المنهج مصمم يلائم حاجات الطلاب بشكل شامل إن شاء الله. ومن ثم التقييم عنصر مهم جدا في عملية التعليم والتعلم، خصوصا في مادة اللغة العربية. من خلال التقييم يستطيع المعلم أن يقيم مستوى إتقان التلاميذ للمهارات اللغوية التي تعلموها، سواء في مهارة الاستماع أو التحدث أو القراءة أو الكتابة.
هناك عدة أدوات للتقييم يمكن للمعلم أن يستخدمها، منها الملاحظة أثناء الأنشطة الشفوية، والاختبارات القصيرة، وأوراق العمل. لكل أداة دور مهم في مساعدة المعلم على فهم مستوى التلاميذ. على سبيل المثال، إذا كان هدف التعلم هو أن يستطيع التلاميذ تعريف أنفسهم باللغة العربية، فإنه يمكن للمعلم أن يستخدم النشاط الشفوية كوسيلة للتقييم. في هذا النشاط يطلب من التلاميذ أن يقدموا أنفسهم أمام الفصل. من خلال هذا النشاط يستطيع المعلم أن يقيم عدة جوانب مهمة، منها صحة النطق وطلاقة الكلام ومستوى الثقة بالنفس. وفي النهاية فإن التقييم المناسب والفعال يساعد المعلم على فهم مستوى التلاميذ بدقة، ومن ثم تحديد خطوات لتحسين مهارة اللغة العربية لديهم. في الختام، يتطلب بناء المنهج اللغة العربية في المدرسة الابتدائية أسسا قوية حتى تتم عملية التعليم بشكل فعال. إن التركيز على مبادئ ركن الدولة وفلسفة التربية والوطنية وأسس بناء منهج اللغة العربية وإنتاج أدوات التقويم يساعد على إعداد تلاميذ ذوي علم وأخلاق وقدرة على استخدام اللغة بشكل جيد إن شاء الله. هذا فقط ما أشاركه في هذه المرة. أرجو أن يستفيد جميع المشاهدين من هذه المشاركة، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.